السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا متابعينا من كل مكان في فيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. ان شاء الله فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الصابون السائل في البيت بطريقة بسيطة جدا، ولا هتحتاج اي حاجة. كل اللي معايا هتجيبي صابونة، هي صابونة واحدة. طبعا انت لو عايزة تكتري ممكن تعملي 2 صابونة، لو عايزة هتكتري كمية. عايزة تجربي صابونة واحدة دلوقتي جربيها. انا عندي هنا صابونة دي اللي هي صابونة ضف. طبعا لازم تجيبي يعني يفضل ان انت تجيبي صابونة نوعها كويس. في الوصفة دي لازم صابونة نوعها كويس. انا ضف طبعا جميلة جدا، فيها كريم مرطب حلو قوي. طبعا الصابونة معايا هنا 100 جرام. يبقى اي صابونة انت بتفضليها، بس يفضل زي ما قلت لك تكون صابونة خامتها حلوة. دلوقتي كل اللي هعمله ان انا هبشر الصابونة دي، هبشرها بالمبشرة العادية. خلاص كده انا بشرتها، بشرت الصابونة. دلوقتي هجيب عندي مية مغلية، ده نص لتر من المية المغلية، يعني بالظبط كوبايتين. الكوباية مقدارها 250 ملي، لو عايزين المعيار بالظبط كوبايتين. الكوباية معيارها 250 ملي. دلوقتي هبتدي اضيف شوية شوية، دي مية مغلية، لازم تكون المية مغلية. هضيف شوية شوية واقلب، والتقليب لازم اقلب بالراحة، مش هقلب بسرعة عشان الرغوة بتاعتي ما تطلعش مني. خلاص هضيف المية شوية شوية وانا بقلب. طبعا لو انتي عايزة تضيفي ريحة معينة، زي مثلا تحطي زيت من زيت جوز الهند، لو حابة مثلا تكون ريحة جوز الهند تضيفي معاها زيت جوز الهند، او زيت الورد او زيت اللافندر. لو انت عايزه تسيبي ريحه الصابونه هي الموجوده فيها، خلاص سيبيها. انا عندي هنا زيت اللافندر اللي هو زيت الخزامي او زيت اللافندر، وعندي برضو ميه ورد، بس انا مش هضيف. انا حابه ريحه صابون الدوف هي زي ما هي كده، انا مش هضيف لها اي ريحه. زي ما قلت لك، انت حابه تضيف اي صابون، اي نوع ريحه انت حباه ممكن تضيفيه. زي ما قلت حاولي بقى تضيفي شويه شويه وتقلبي بالراحه لحد ما تحطي كميه الميه كلها. خلاص كده انا ضفت له كميه الميه وقلبته بشويش خالص زي ما قلت لكم. هي خلاص كده الصابون داب معايا. دلوقتي هغطي عليه. خلاص كده انا غطيت عليه، هسيبه لمده ساعه ساعتين وهرجع اقلب فيه تاني. دلوقتي بقى هفتحها عشان اقلب فيها. بسم الله. طبعا بتلاقوا ان هي مسكت او تقلت، قوامها تقل كده. ما تخافوش، اضربوا برضو فيها، هقلب فيها هتفك معايا على طول. خلاص كده الصابون السائل بقى جاهز عندي. هقول لكم بالظبط انا سيبته مده ليله كامله. يعني انت اعمليه من بالليل وسيبيه ليله كامله. خلال الليله دي قلبته من مرتين ل3 مرات، يعني انت قلبي من مرتين ل3 فقط. وطبعا كنت مغطياه في الاول، بعد كده سيبيه مكشوف، اكشفي عليه بعد شويه، يعني بعد ساعتين 3 اكشفي عليه عشان طبعا الميه اللي فيه تتبخر. ولو لقيتيه ماسك عندك، يعني هو بقى كتله كده، عادي قلبيه وهيفك معاكي تاني. عايزاه هو ابيض كده، طبعا انت ممكن تضيفي له جليسرين زي ما قلت، او اي زيت عطري انت حباه. لو الصابونه عندك ملونه، لو انت عايزه لون ما يكونش ابيض، ممكن الصابونه نفسها تجيبها بامبا او لبني، في صابون بيبقى ملون. خلاص هيبقى ملون طبيعي. عايزه تلونيه، انا ممكن دلوقتي الونه. انا عندي ده لون موف عادي جدا، ممكن اضيف عليه نقطتين او حاجه يخليه لونه موف، لو انا مش حاباه يكون ابيض. يبقى موف فاتح كده، الاولاد يعني الاطفال اللي يحبوا ان هم يغسلوا منه. نقطه كمان بسيطه. خلاص كده هو بقى جاهز عندي. بجيب بقى انا عندي العلبه دي بتاعه الصابون السائل. لو انت عندك واحده قديمه خلصانه او ممكن تشتري دي، زي ما تقول كنت شاريه دي، وابتدي اعبيها. هي هتمشي اللون الموف مع ان انا عملته موف فاتح.
هيبقى حلو. هعبيها بقى بواسطة او اي شيء. مليت العلبة اللي عندي اهي، هبدأ ماشية معاها الموف مع الموف، ولسه فاضل شوية كمان اهم. كنا افضيهم في اي ازازة تانية، يعني من صابونة واحدة. انا عاملة صابونة واحدة 100 جرام صغيرة، حاجة عملية جدا في البيت. وطبعا انتي شوفي التكلفة، واحنا لو بنجيب صابون اليد ده هتجيبيه بقد ايه. يبقى احنا كده وفرنا وعملنا حاجة في البيت، وتحطيه طبعا على الحوض وتستخدميه. يا رب اكون افدتكم واكون عند حسن ظنكم. الى اللقاء بفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.